لعيب جاي النادي فرحان ان هو جاي النادي، اسم النادي ده اصلا بفلوس، مع احترامي اسم الاهلي، زمالك، اسماعيلي، اتحاد، مصري، المحله، الانديه الجماهيريه كلها، المصري كل الانديه الجماهيريه كده دي التيشيرت بتاعها بفلوس، ما ينفعش تقارني بنادي مؤسسه او شركه، لا روح العب في نادي مؤسسه او شركه. انا مع احترامي اللي هيجي لي هنا الناس هتتفرج عليه، الناس تعرفه في الشارع، الاعلام هيتكلم عليه، مع احترامي تعرف كام واحد في لعيب مثلا مؤسسات، بعكس لما يكون مثلا نجم في نادي شعبي، لا ده بتبقى حاجه كده يا كابتن عبد الحميد. المسؤوليه مشتركه ما بين الاعلام واللي بيعمله وما بين الاتحاد وانه بيرضخ للكلام بالظبط، والاتحاد واللي هو القرارات اللي بيقولها او النظام اللي ماشي بيه. لو الاتحاد قوي، بص اصل هو بيقول لك ايه، اي منظومه ناجحه شوف راس المنظومه الاول من فوق. بالظبط يا كابتن. والمنظومه الرياضيه كلها الراس بتاعها الاتحاد، لو الاتحاد ماشي كويس هتلاقي الانديه تحترم الاتحاد، هتلاقي الاعلام كابتن عبد الحميد كده جرد عن اعضاء مجلس اداره الاتحاد في الفتره اللي فاتت كلها. لا انا مش حياتي، انا بتكلم عموما. احنا بنتكلم عموما، وبرده يا كابتن احنا بنعمل مع احترامي المنتخب والمصلحه العامه بتاع البلد. ومع احترامي برضه رياضه صناعه يا كابتن. طبعا رياضه صناعه اللي بيتم ده دخل واقتصاد للبلد. بالظبط. مع احترامي برضه انت بتقولي غرادي، انا بقولكش ما اعرفش حد يعني ايه، ما بنقدش حد فيهم بالاسم، بس طبعا النتائج بتدل على ان هم فاشلين، يعني مش اللي هو ما حققش حاجه. طيب كابتن عبد الحميد يرجح ان الاتحاد هو اللي يدير، ولا تبقى فيه لجنه تمسك كره القدم والاتحاد اعضاء مجلس الاداره يراقبوا من فوق، مش اول الشركه بقى، خلينا نقول مثلا هجيب لجنه مثلا من خبراء الرياضيين في مصر، كابتن حسن شحاته، ايا كان الاسماء، يمسكوا الملف. لان انا دلوقتي كابتن حازم امام كان ماسك الملف، طب مين بيراقب على مين يا كابتن؟ كابتن حازم بيمسك الملف وبيراقب على نفسه، لكن لما انا اجيب لجنه وكابتن بركات وكابتن حازم وكابتن جمال، بيتهيألي يعني انا معاك في الموضوع ده، بس بيتهيألي دي اصلا ما نجحتش في الانديه. تخيل بقى منتخب مصر ما نجحتش عشان ناخد الصوره يا كابتن، عشان كل عايز ياخد الصوره وعايز ياخد اللقطه وانا اللي جبت وانا اللي عملت، وده رايي اللي يمشي، وده لا لو اتعملت تحسب لواحد ما تحسبش لواحد. تخيل بقى في منتخب مصر لو واحد جاب واحد دلوقتي عشان اهلاوي فجاب الناس من الاهلي، ده عشان زملكاوي جاب ناس من الزمالك. بس كابتن حميد تخيل احنا الفتره اللي فاتت كان بيقول عشان كابتن ايمن عبد العزيز، حازم امام زملكاوي جاب ايمن عبد العزيز ومشى محمد شوقي، مش عارف مشى كابتن سيد معوض طلع قال انا مش هعاتب كابتن محمد بركات وكابتن حازم امام عشان انا ما ينفعش اتكلم. تخيل الموضوع واعضاء في الاتحاد بيقولوا كده. تخيل بقى لما اجيب لجنه الكوره يبقوا بقى بس الاعضاء براي ولجنه براي والاختيارات راي ثاني. كابتن الموضوع لا لو انا من جوايا مصلحتي على مصلحه الكوره، وان انا جاي اصلح وان انا اعمل اقتصاد من البلد، ونيتي ان انا اعمل حاجه محترمه، مش هبص مين يعمل قد ابص ان الحاجه تتعمل، وده دايما مبدأنا. هبص لها من الاول بقى في الانتخابات الاتحاد نفسه. الانتخابات جمعيه العموميه، الناس اللي رايحه تنتخب رئيس الاتحاد جمعيه العموميه بص لمصلحه منتخب مصر، بص للكره المصريه، لكن هو بص مين اللي هيخدم على ناديه، ده هيفيدني، ده لو نجحت في الانتخابات هيشوفني. فانا لو جبت اصلا من اول شايف المصلحه الاهم اللي هي مصلحه الكره المصريه، هجيب رئيس اتحاد قوي جدا وملوش مصالح مع حد ولا ليه ان هو ده عارفني وده حبيبي فلازم اظبطه او هنتخبه. محترم يا كابتن والله. هو انت هتجيبها من الاول بقى، مش هتحتاج اصلا للجنه